السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع حلقة جديدة من حلقاتنا في لينجو لايف. إن شاء الله لسه مستمرين مع أولادنا بنعلمهم وندربهم إزاي يكتبوا جملة بطريقة منضبطة ودقيقة. في سؤال مهم جدا: هل الجملة في الإنجليش ممكن يكون فيها more than one object؟ هل الجملة ممكن يكون فيها أكتر من مفعول به؟ ده إن شاء الله اللي هنشوفه ونحاول إن احنا نفهمه النهاردة. In English we have two kinds of objects. عندنا نوعين اتنين من الأوبجكتس في الإنجليش، حاجة اسمها direct object والنوع الثاني اسمه indirect object، مفعول به مباشر ومفعول به غير مباشر. تعال نشوف كل نوع ونعرف ازاي نفرق بينهم. First one direct object، المفعول به المباشر. What the meaning of direct object؟ يعني ايه direct object؟ Direct object is someone or something which can receive the action، يعني الشخص او الشيء اللي بيقع عليه الفعل ولكن بطريقة مباشرة. تعال ناخد مثال وناخد قاعدة ازاي ان احنا نحددها. He bought me a camera. He bought me a camera. Where is the verb bought? Bought what? Bought a camera. So الكاميرا is a direct object. يبقى أنا عشان أحدد الدايركت object بعمل خطوتين اتنين. Indicate the verb، نحدد الفيرب الأول. Ask yourself what؟ الإجابة بتاع what هي الدايركت object. ناخد مثال كمان. He gave me a pen. Where is the verb gave? Gave what? A pen. So the pen is a direct object. النوع الثاني من الأوبجكتس وهو indirect objects، المفعول به غير المباشر، يعني بيقع عليه الفعل ولكن بطريقة غير مباشرة. تعال نشوف احنا بنحدده ازاي. تعال ناخد نفس المثال. He bought me a camera. نفس الطريقة. Indicate the verb. Where is the verb? Bought. ولكن هنسأل سؤال آخر. For whom? For me. So me is an indirect object. يبقى me مفعول به أيضا ولكن مفعول به غير مباشر. المثال الثاني. He gave me a pen. Where is the verb? الفيرب gave. For whom? For me. So me is an indirect object. درس النهاردة ممكن نلخصه في قاعدة بسيطة جدا. المفعول به المباشر بحدده عن طريق تحديد الفيرب and ask yourself what. الانdirect object بحدده indicate the verb، تحديد الفيرب، و ask yourself for whom. الإجابة what direct object، إجابة for whom هو الانdirect object. رب يكون درس سهل بسيط نعلم ولادنا إزاي إن هم يفرقوا ما بين الدايركت object والindirect object. كل عام أنتم بخير، إن شاء الله تكون حلقة سهلة ودرس بسيط وما طولناش على حضراتكم. صوما مقبولا إفطارا شهيا. لا تنسى ورد القرآن، صلاة التراويح. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.